طول عمرها شكلها كان جامد، دايما لما كنت بشوفها من بعيد كده كنت بقول واو جميل رائع، انا عايز ده، انا بحب ده. علاقتي بيها دايما كانت ان انا عايز ابقى قوي، ابان قوي، ابان جامد، ابان روش، ودي الحاجه اللي هي كانت بتعملها لي. ما اضحكش عليكم الصراحه، وانا شخص عنده مشاكل زي اي حد، فلما تيجي حاجه تقول لي انا هخليك تبان جامد، هخليك تبان روش، فعلا هخلي بالي منك وهخليك تحس باحساس جميل كده، هقول لها قشطه، انا معاكي، انا معاكي في العلاقه دي، قشطه، انا بحبك ويلا بينا نكمل، انا مبسوط جدا. ولكن كل ده بينتهي مع اخر نفس في السيجاره. انا اسف على اللفه دي بس انا فعلا ما كنتش عايز اعمل اللفه دي، بس فاهم اللي هو الهوك بتاع اليوتيوب ان انت بس يلا. بس بجد دي الحاجه اللي انا كنت بحسها مع السجاير. انا عارف ان في ناس ممكن يكونوا عارفيني في الحقيقه ما يعرفوش ان انا قعدت اشرب سجاير لمده، يعني لمده كبيره، استمرت تقريبا لاكتر من 365 يوم. ولكن الحمد لله، الحمد لله انا دلوقتي شخص متعافي، مدمن متعافي الحمد لله. وانا مش جاي دلوقتي ان انا بقى احتفل واقول اوه انا مبطل سجاير، انا مش عارف ايه، انا الحمد لله مبطل من فتره طويله يعني. ولكن انا بس عايز ان انا اتكلم، عايز اتكلم عن الحوار. دي الحاجه اللي انا دايما كنت بعملها من ساعه ما كان عندي 17 سنه، ان انا دايما بفتح الكاميرا وبعمل فيديوهات يعني. والحاجه اللي مؤخرا اللي انا ما بقتش اعملها، وحزين الصراحه ان الموضوع وصل لحد هنا. ولكن ما علينا، ده مش موضوعنا. خلينا مع السجاير، خلينا مع الشيء. انا بدور على اي حاجه اعملها السجاير. انا دي بجد كانت علاقتي مع السجاير، علاقه ان انا دايما حاسس ان هي بتديني القوه في المواقف اللي انا اكون مهزوز فيها، فدي اللي هتديني القوه، دي اللي هتحسسني ان انا اوه انا جامد، انا روش، انا بشرب سيجاره، فانا مفيش حد يقدر يبص لي بصه مش عجباني، هقوم اديله. هو ده انا اللي هو ايه، الالفا ميل اللي قاعد بيشرب سجاير. فانا بس عايز اصدمك كده في الفيديو، لو انت يعني مش واخد بالك ان انت مسؤول، حتى لو انت مش السبب في ان انت شربت سجاير، كنت بقى بيئه سيئه، كان صاحبك شربك، اخوك شربك، ابوك شربك، ماليش دعوه، انت مسؤول ان انت تبطل. دي حاجه امر واقع، انت المسؤول ان انت تصلح دي، لان الحاجه دي ما كانتش بايظه فيك في الاول. يعني انت في الاول ما كنتش مولود بتشرب سجاير، مش نزل من بطن والدتك بتشرب سجاير، ليه مضطر ان انت تفضل تصلح حاجه هي اصلا ما كانتش بايظه فيك؟ انا عارف الموضوع مش بالبساطه دي، انا عارف، انا جاي من هناك، اخواتي اللي بيشربوا سجاير انا جاي من هناك، فانا عارف، انا عارف اللي بتمروا بيه فيها، يعني عارف فيها. ما ترميش الفوط. انا ما اضحكش عليك، زي ما كنت بقول لك في اول الفيديو، انا فعلا كنت شايف السجاير حاجه روشه. الصوره النمطيه اللي كانت بتيجي في دماغي، او المشهد السكتش اللي كان بيجي في دماغي دايما، ان مستحيل انت تبقى ماشي مثلا كده في الشارع، ماشي كده وبتشرب سيجاره، وبعدين في عصابه جايه عليك، فهم هيفكروا مليون مره لو انت بتشرب سجاير. لو انت ماشي كده من غير سيجاره هيقول لك ده عيل مش عارف، عيل كويرك، عادي هنروح نسرقه ونضربه ونحط عليه. لكن لو انت ماشي كده السيجاره كده وماشي بتشرب سيجاره، هو هيقول الواد ده روش، الواد ده بيشرب سجاير، ده اكيد جامد، يعني اكيد مش هنعرف ان احنا نعمل معاه حاجه، مش هنعرف نحط عليه، فاهم؟ دي الصوره النمطيه اللي كانت بتيجي في دماغي بالظبط. هو فكر شخص مراهق عنده 17 سنه تقريبا، وده السن ان انا ابتديت اتعرض للسجاير فيه يعني. وايوه انا ساعتها اللي هو يعني حاجات خفيفه كده من هنا ومن هنا، والموضوع كان لوحدي يعني، ما كانش فيه اي تاثير من البيئه او من الصحاب او كده. انا اللي كنت فاسد، كنت بشربها بطريقه قذره جدا. المهم كنت بشربها غلط بدون ما نخش في اي تفاصيل، والحمد لله رجعت تاني عادي، ما فيش اي مشكله، وكملت حياتي ولا رجعت لها مره تانية. لحد بقى بعد كده لما كبرت دخلت بقى في مرحله تانية كده، رجعت اشربها تاني. بص والله انا زي ما قلت لك، انا جاي من هناك، وانا عارف ان مهما قعدت اقول لك في كلام اللي هو صحتك يا ابني، طب بص، طب فلوسك العلبه بكام دلوقتي؟ مهما قعدت اقول لك في فلوس وصحه ومش عارف ايه وصدرك ومش هتعرف تلعب كوره وتطلع السلم وتنزل، انت ولا في دماغك. انا عارف، انا والله لسه جاي من هناك اهو. كل اللي انت محتاجه، ومع الوقت ان انا قدرت ان انا ادركه، ان موضوع ان انت تبطل سجاير هو خاص بموضوع او متعلق بموضوع ان انت تليري جو، ان انت تتخلى، ان انت يبقى عندك الكونسبت بتاع التخلي. انا دلوقتي هتخلى عن حاجه، سيبك بقى من كل الكلام بتاع الصحه وي 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 وي، حط في دماغك كونسبت التخلي. انا عارف انت دلوقتي شربت سجاير في كل حته في حياتك، شربتها في الحمام، انا اسف يعني، شربتها في المطبخ، شربتها وانت بتذاكر، وانت في فرح، وانت في عزا، شربتها في كل حته، كل حته، اي مكان هتروحه هيبقى فيه ذكرى ليك مع السيجاره. انت محتاج بقى تقول لنفسك ان انا السجاير هتوحشني، هبقى بعد الفطور انا هعمل ايه؟ انا لازم اشرب سيجاره بعد الفطار، لازم. دي معضله كبيره يا جماعه، لازم نتناقش فيها بجد. انت تقول لنفسك ان انا فعلا هتوحشني في الاوقات دي، انا خلاص قررت ان انا ابطل، بس انا عارف ان هي هتوحشني، عارف ان انا هبقى واقف مستني المواصلات مثلا، وعارف ان انا مستني مثلا رايح العجمي، فانا مش لاقي مواصلات اساسا، استنى بقى لحد بكره مش لاقي، فانا واقف بقى اشرب لي سيجاره سيجارتين ثلاثه، انا واقف، هبقى عارف ان انا في الوقت ده هتوحشني عادي. مش فكره عادي، انا عارف ان الموضوع صعب، بس انت درب نفسك على الموضوع ده من قبلها، ان انا عارف ان هي هتوحشني، عارف ان انا هقعد فتره اي حاجه بعملها بتفكرني بالسيجاره، قاعد شغال، فانا محتاج دلوقتي لما اطلع بريك ان انا اشرب سيجاره. انا هعمل ايه في الوضع ده؟ انا من الحاجات اللي فعلا خلتني اثبت كده، انا الفتره اللي انا شربت فيها كنت في وقت كده معين
في حياتي ضعفت وايه، والفضول، وشغلت الجرس بتاع الفضول، فايه قعد يعمل في دماغي لحد ما ايه، ما وقعني ورحت في الموضوع ده. بعد كده جه وقت ان انا اشتغل. المكان اللي انا كنت شغال فيه او الشركه اللي انا كنت شغال فيها كنا بنطلعوا من مثلا يبقى عندنا بريك او حاجه، الشباب واقفين يشربوا سجاير. انا متعود ان انا كنت في المكان ده كنت دايما مع الشباب بنشربوا سجاير، فدلوقتي انا ما ينفعش اشرب سجاير. والفكره ان الشغل وضغط وبتاع، فانت محتاج تعمل. وانا كنت مبطل تقريبا بقالي 3 شهور او حاجه، كنت حاسس ان انا في الوقت ده ممكن ارجع جدا، ممكن ارجع جدا، ولكن قلت طب ما قشطه، انا هلر الجو، انا هتعلم ان انا اتخلى. انا تخليت عنها، انا مش عايز، انا مش عايز، مع حاجات كتير كانت موجوده عندي في الاعتبار ان انا مش عايز ارجع لها تاني. انا ثبت وقلت الحمد لله، بفضل من عند ربنا يعني، الحمد لله. وان انا لا خلاص، انا فعلا كنت بشوف الشباب بيشرب كنت هموت واشرب، لان انا كنت مضغوط من الشغل ولسه جديد، فانا عايز ارجع. انا خلاص انا تخليت، انا مش عايز ارجع لها تاني، ما مش عايز ارجع لها. يعني في حاجات كتير في حياتي انا ببقى مش عايز ارجع لها تاني، وللاسف برجع لها تاني. دي حاجه انا قدرت ان انا اعملها، فشاوت اوت لادهم يعني إن هو بص، انا في نظريه كده او في حاجه كنت فكرت فيها وانا بكتب الفيديو كده، حاجه كده جت في دماغي، فانا قلت ان انا اشاركها يعني مع الناس. ان انا شايف عموما موضوع السجاير ده هو متقسم لحاجتين، مش قادر ان انا او نسبتين، يعني في نسبتين كده، مش قادر ان انا بالظبط احدد النسبتين دول يعني كام الى كام، ولكن يعني هقول النسبتين وانت ايه ممكن تحطهم على حسب الكيس بتاعتك. يعني اول نسبه وهي بتبقى جايه من ان انت بتشرب سجاير بس ان هي عاده، ان هي عاده عندك، ان انت متعود ان انت مثلا الصبح بتصحى بتشرب ميه مثلا، دي عاده انت بتعملها بشكل غير ارادي، ان انت خلاص انت اتعودت على كده. يعني في حاجات او عادات بتعملها كده بتكون خلاص انت متعود ان انت بتعملها بشكل اصلا غير ارادي. ان انت مثلا الناس اللي بتصحى من النوم يغسل وشه فيتوضى مثلا على طول، هو مش حاسس اصلا، فيروح ايه متوضي. الفكره بقى في ايه، ان انت بتشرب السجاير في النسبه الاولى، ان انت بتشرب السجاير بشكل غير ارادي. انت اكيد لو انت بتشرب سجاير، الناس اللي بتشرب سجاير عارفين، او انت لو مثلا صاحبك بيشرب سجاير فانت هتكون ممكن خدت بالك من الموضوع ده، ان مثلا انتوا قاعدين فتلاقيه طلع كده سجاره من العلبه وايه وبيشربها، بيولع اصلا وهو مش حاسس ان هو ولعها. انت ممكن تكون يعني ممكن تكون بصيت كده فعادي هو مولع سيجاره، بس هو مش حاسس ان هو ولع سيجاره، هو من غير قصد، هي عاده خلاص، هو دماغه اتبرمجت على كده. يعني هو بيفوق وهو في نص السيجاره. دي النسبه الاولى. ودي تتحل ازاي، او ان احنا عشان لو عايزين نعالج الموضوع ان احنا هنعالجها ازاي؟ لو احنا موجودين في البيت، اخويا اجي بس اللي هو ايه حاجه كده صغيره، يعني احنا بس في اول الطريق كده، اللي هو بس نبهني لو جيت اشرب سيجاره وانا بس ايه حسيت ان انا مش، يعني انا دلوقتي في الاوتو بايلوت، انا دلوقتي انا في وضع الطيران دلوقتي، فلو حسيت ان انا كده وبولع سيجاره قول لي بس. لو انت في الشغل حد زميلك، يعني ايا كان المكان اللي انت موجود فيه، وظف كده اكتر من حد في حياتك، قول له لو انت لقيتني على الاوتو بايلوت وان انا بشرب سيجاره قول لي بس. انت وصلت للنقطه دي، انت كده برنس جدا. هتعمل ايه؟ هيجي لما ينبهك بس. انت غالبا في الوقت ده انت مش محتاج تشرب سيجاره، انت ممكن تكون لسه شارب سيجاره من 5 دقايق او حاجه، فانت مش محتاج ان انت تشرب سيجاره دلوقتي. هتيجي كل مره تشربها وانت على الاوتو بايلوت؟ لا خلاص انا مش هشربها دلوقتي، لان انا مش محتاج. انا بعملها دلوقتي ان انا ايه، دي عاده انا بعملها، يلا يلا انا متعود بس على المسكه. احنا عندنا صاحبنا كان بس عشان يهدي الادمان عنده كان بيمسك سيجاره في ايده، عشان هي مسكه السيجاره ادمان. النسبه التانيه بقى ان انت فعلا بتشربها وانت واعي ان انت رايح تشرب سيجاره، وغالبا بتبقى انت عندك حاجه بتطفيها. انت دلوقتي زعلان من حاجه، قلقان من حاجه، في قرار مش عارف تاخده، في مشاعر انت مش عارف تتعامل معاها، فانت بتترجمها لسيجاره. ان انا اهو انا بعمل حاجه، انا بطلع، انا بعبر، بس انت بتعبر السيجاره، انت بتشرب السيجاره، فده التعبير بالنسبه لك. ولكن ده ممكن يكون ايه الحاجه البديله ليه، وانا عارف ان هو صعب جدا على الاقل في الاول. ما بقولكش ما تشربش سيجاره، بس يعني اجلها شويه، يعني اجلها 10 دقايق، تمام؟ 10 دقايق روح كلم حد، يعني كلم حد مثلا صديقك، اكتب. عارف الموضوع الكتابه هيكون صعب بالنسبه لك ان انت تكتب بدل ما انت تشرب سيجاره. انا عارف ان انا بتكلم دلوقتي في خيال علمي بالنسبه لحد بيشرب سجاير ومدمن عليها، ولكن البديل زي ما قلت لك ان انت تكلم حد 10 دقايق بس، 10 دقايق، وشوف ايه اللي مضايقك وانت قوله له، غالبا هتفرق معاك جدا. فدي كده حاجتين انا يعني فكرت فيهم كده، مش عارف الصراحه، بس حاسس ان الناس هم مقسومين للنسبتين دول. انت بقى حط النسبه، شوف انت بقى كام، 50 50 80 20. كلام لطيف، كونتنت، ده كونتنت من الطرق اللي ممكن حد يبطل بيها. غير موضوع التقليل، انت ممكن تبقى بتقلل مثلا العدد بتاعك، مش بحبذها قوي، احب ان انت تقطع على طول، ولكن ممكن من الطرق ان انت تعمل موضوع ان انت تهندل وكده، مع ان مفيش هندله في الادمان وبتاع، ده اللي احنا اتعلمناه. مش بحبذها الصراحه، بتخليك كده متعلق، ولكن انت لو الطريقه دي بتمشي معاك ممكن تجربها. جرب كل الطرق، بس صديقي خدها من اخوك المدمن اللي زيك، بس مدمن متعافي، خدها مني. ما تفكرش ان انت تبطل سجاير وانت ماسك السيجاره. انا بفكر ابطل سجاير وانت بتشرب، نو مان نو.
هو اكشلي ده اللي انا عملته بس يعني الطريقه بتاعتي مش بحبذها لاي حد عموما، بس انا كنت في الوقت اللي انا كنت بقول لكم فيه ان انا كنت في وقت معين وكده، كنت عارف انا هخلص امتى الفتره دي، او التاسكايه بتاعتي اللي موجوده في المكان ده هخلصه امتى. فانا حددت الوقت ده انا هبطل سجاير في اليوم اللي انا هطلع فيه، وده كان تحدي ابن لذينه ان انا اعمله، ان انا اقول لنفسي ان انا هبطل سجاير في الوقت ده. قد كان يعني، بس هو الفكره ان انا كنت يعني حاطط لنفسي الديدلاين ده قبلها تقريبا بست شهور. ده استعباط بجد، ده استعباط، محدش يعمل كده، ده استعباط. ولكن انا كان يعني ربنا وفقني جدا في الموضوع ده، حطيت الديدلاين ده وبطلت قبلها، يعني بطلت قبلها بكام يوم كده الحمد لله. بس انا مش برجح الطريقه بتاعتي خالص يعني خالص. اهم حاجه بس ان انت تحدد موضوع النسب دي عندك، وعلى اساسها هتعرف تتعامل يعني على طول. اتمنى بس ما حدش يفهم الموضوع غلط، وانا في اكتر مره في الفيديو عمال اقول ان انا مش بفليكس بالحوار، انا بس بحكي قصه، واللي عارفني من زمان عارف ان انا بحب احكي قصص، انا كده من زمان. اتمنى ما حدش يفهم الموضوع غلط. مفيش حد من الشباب الصغيرين الفضول ياخده اللي هو انا هشرب فتره بعد كده هرجع هندل وابطل. دونت، ما تفتحش الفضول. انت مش مضطر ان انت تبوظ حاجه هي مش بايظه فيك. ما تقعدش تحارب في حاجه، انت حياتك هتبقى مليانه حاجات فعلا بتجاهد عشان ان انت تبقى ماشي فيها كويس، وبتجاهد ان انت تبطلها. فما تبوظش حاجه في حياتك بحيث ان انت بعد كده ترجع تندم عليها. انت مش مطالب بده. فاتمنى ان انت ما تشغلش اصلا الفضول عندك. يس يعني خلي عندك مبدأ، على رأي صديقي خالد، شوت اوت لخالد، يعني ان هو كان بيقول لي الحوار ده، ان فعلا انا عندي مبدأ ان انا ما اشربش سجاير. ربنا يثبت كل واحد على مبدأه والله. بس فان شاء الله كله يبقى تمام يعني. ربنا معانا ومعاكم، وربنا يهدينا ويهديكم. يلا عايزين حاجة؟ هرجع الشغل بقى، هنرجع نشتغل تاني. سلام.